اهلا وسهلا مرة ثانية عزيزي طالب الصف التاسع، نحن هون موجودين مشان ناخذ اول درس في كتاب الهندسة بعنوان خواص التناسب. Here we go. قبل ما نبدأ بالدرس في عنا هيك تعريفين مهمين، من تعريف النسبة وتعريف التناسب. هلا النسبة بيقول لك هي مقارنة بين مقدارين بقسمة أحدهما على الآخر، يعني هي من الشكل A على B، هي اسمها نسبة. طيب التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر، يعني من الشكل مثلا A على B يساوي C على D. هذول كم نسبة؟ تنتين وبيناتهم يساوي، ممكن يكونوا ثلاثة ممكن يكونوا أربعة، نسبتين أو أكثر، المهم بيناتهم شو يساوي. هي نسبة وهي نسبة وبيناتهم يساوي، فهذا كله شو اسمه؟ تناسب. ممتاز. بنروح هلا لعند خواص التناسب. يلا رقم واحد اللي هي أهم وحدة، اللي هي خاصة الضرب التقاطعي. بتقول لك إذا كان A على B يساوي C على D فإن تضرب A ضرب D، يعني اللي بيناتهم خط مايل هيك A ضرب D، تضرب B ضرب C كمان اللي بيناتهم خط مايل هيك B ضرب C، ورح يكون في مساواة، يعني رح يكون A ضرب D يساوي B ضرب C. هي اسمها خاصة الضرب التقاطعي. ممتاز. رقم 2 بيقول لك إذا كان A على B يساوي C على D فإن، هون بتقول لك بإمكان اقلب النسبتين، يعني بدال A على B بتصير B على A، وبدال C على D بتصير D على C، ورح يضل المساواة محقق، رح يضل التناسب موجود. إذا رقم 2 شو هي؟ إنه بيحق لي اقلب النسبتين، وإذا كانوا 3 نسب مثلا اقلبهم كلياتهم، بضل التناسب موجود وبضل المساواة محققة. رقم 3 إذا كان A على B يساوي C على D، فهون بتقلك إنه فينا نبدل بين الطرفين، ال A وال D بسموهم طرفين، فبدل بين ال A وال D، حط بدال ال A D هيك، وبدال ال D حط A هيك، بس ال B وال C خليهم مثلها. من هيك نحن قسمنا شو؟ بدلنا الطرفين. وفينا بطريقة أخرى بدال ما نبدل الطرفين فينا نبدل الوسطين، يعني هدول اسمهم وسطين، ما نحط ال B بدال ال C وال C بدال ال B، ونخلي ال A وال D محلول، يا يعني بدل الطرفين يا يعني بدل الوسطين. حلو. رقم 4 بقول لك إذا كان عندنا A على B يساوي C على D، فبيحق لي، شوف هي ما أحلى، ال A حطنا حزائد B وخلي ال B تحت، والطرف الثاني ال C حطنا حزائد D وخلي ال D تحت. هي بيسموه مثبت المقام ونجمعه للبسط. عارف؟ مثبت المقام ونجمعه للبسط. وطبعا لما أقول نجمعه يعني ممكن نكون عم نجمع وممكن نكون أيضا عم نطرح. رقم 5 هي نفس رقم 4 اختلزم، بس بدال ما نثبت المقام ونجمع للبسط بيقول لك بحق لنا نثبت البسط ونجمع من المقام، يعني A على، هلا هون المقام B بحط له زائد A يساوي، هون البسط C على المقام هو D زائد شو؟ زائد C، وكمان طبعا فينا نطرح. فهدول هن خواص التناسب الخمسة. وهلا رح نروح نحل بعض الأمثلة عن خواص التناسب مشان نشوف كيف بيجونا، كيف بيكون شكل السؤال، وشو بيعرف بأي وحدة نستعمل كتاب دول الخمسة، انه شو بيعرفني اذا بدي استعمل هي ولا هي ولا هي ولا هي ولا هي. تعال نشوف. مثال رقم 1 عم يقول عددان مجموعهما 15 ونسبتهما 2 على 3، والمطلوب اني اوجد دول العددين. خلينا نفترض ان العددين هن A و B، ونترجم هذا الكلام للرموز. عم يقول لي مجموعهما 15، مجموعهما يعني A زائد B يساوي 15 هيك يعني. طيب عم يقول لي ونسبتهما 2 على 3، نسبتهما يعني A على B يساوي 2 على 3. طيب هلا هون انا عندي تناسب اللي هو A على B يساوي 2 على 3، هذا اسمه شو؟ تناسب. فيه مجهولين.
شو يعني في موجودين؟ شو المشكلة؟ شوف، لو كان عندي مثلا A على 12 يساوي 2 على 3 هيك تناسب فيها مجهول واحد، فهذا الموقف ما رمانا بالصف الثامن ولا بالصف السابع. المفروض بتروح بتقول لي A يساوي تضرب 12 ضرب 2 وبتقسم على 3. 12 ضرب 2 24، 24 تقسيم 3 8، صار عندك A يساوي 8. إذا التناسب فيه مجهول واحد فمعروف كيف طريقة التعامل معه، لكن أنا هون عندي تناسب فيه مجهولين. فبتسأل حالك سؤالين. أول سؤال، هل هن موجودين فوق بعض؟ والله موجودين فوق بعض، هن A على B، يعني مو مثلا ال A هون وال B هونيك، A على B فوق بعض. ممتاز. ثاني سؤال، هل أنا بعرف مجموعهم؟ A ولا بعرف مجموعهم اللي هو A زائد B يساوي 15. فطالما هن موجودين فوق بعض A على B هيك، طالما أنا بعرف مجموعهم فخلص أموري محلولة. هون عندك A زائد B، هون عندك فقط A حاف، فبتحط لها زائد B. هدفك تساوي هون مثل هي عشان تستفيد منها. بتطلع أنا بصير حط زائد B، في وحدة من خواص التناسب بتقول لك بحق لي ثبت المقام واجمع للبسط، فهون كأني بثبت المقام وجمع للبسط، بعمل نفس الحركة بالطرف الثاني، 3 بجمع للبسط بالطريقة هاي. خلص هلا هيك يعتبر السؤال الحل، لأنه بدال A زائد B رح نحط 15 على البي نفسها يساوي، بدال 2 زائد 3 راح نحط 5 على الثلاثة نفسها. هلا هون صار عندك تناسب فيه مجهول واحد، فخلص تقول بي يساوي بتضرب هدول اللي بيناتهم خط مايل، 15 ضرب 3 على 5. هون إذا اختصرت بيكون أفضل، وال 15 هي عبارة عن 5 ضرب 3، اختصر 5 من فوق مع 5 من تحت، زائد 3 ضرب 3 يعني 9. قديش البي؟ 9. هي البي، احنا اوجدنا البي، بدنا نوجد الاي. يلا بنروح بنعوض بدال البي 9 هون. يلا A زائد 9 يساوي 15. هلا هذا الموضوع فيد نعرف شو لازم نعمل فيه، ننقل العدد الثابت للعدد الثابت ونركز اشارته. صار عندك A يساوي 15، التسعة كانت موجبة صارت سالبة، 15 ناقص 9 6، فالعددين هن 9 و6. خلاص هيك نحن اوجدنا العددين وحلينا هذا السؤال. بنروح لعند مثال رقم 2 لنشوف شو ممكن كمان يطلع لنا. خلينا نقول مثلا عددان فرقهما 4 ونسبتهما 2 على 3. كمان المطلوب أوجد هذين العددين. يلا ما بدها شيء، خلينا نفترض ان العددين هن A و B. هون عم يقول لي فرقهما، مو مجموعهما، مجموعهما يعني زائد، هون فرقهما، جاي فرقهما يعني ناقص، فبتقول A ناقص B يساوي 4. ممتاز، فرقهما 4 يعني A ناقص B يساوي 4. حلو. ونسبتهما 2 على 3. هلا إذا إجا حدا وقال نسبتهما يعني A على B يساوي 2 على 3، فهذا الكلام ممكن يكون غلط. مع انه هلا في ناس كثير رح تستغرب انه بلا، هلا نحن قبل شوي نسبتهما 2 على 3 يعني A على B يساوي 2 على 3. وفي فرق بين هذاك السؤال وهذا السؤال، في فرق صغير بس كثير مهم وجوهري. هذاك السؤال كان فيه زائد والجمع عملية تبديلية، اما هون في ناقص، فبتفرق معنا الموضوع. شوف، انت عندك A ناقص B يساوي 4، 4 موجبة. لما يكون ناتج الطرح موجب فانت اكيد بتكون طرحت الكبير ناقص الصغير. حلو. هذا هلا بقول الكبير ناقص الصغير، خلاص الكبير هو A والصغير هو B. فانا شو لازم اعمل؟ هي 2 على 3، لازم احط الصغير ناحية الصغير والكبير ناحية الكبير. يعني هون عندي 2 على 3، الاثنين هو الصغير والثلاثة هو الكبير، صح ولا مو صح؟ صح. فانا بحط الصغير ناحية الصغير والكبير ناحية الكبير. الصغير 2 مين نحط ناحية؟ البي. والكبير 3 مين بدي احط ناحية الكبير اللي هو A. فهلا هاد شغلي الصح وهذا للأسف كان غلط، وبتفرق طبعا بيطلع الجواب مختلف. يلا نمسك B على A يساوي 2 على 3، ومثل ما اتفقنا عندي مجهولين، فبسأل حالي سؤالين. أول سؤال، هل هن فوق بعض؟ نعم فوق بعض ليكم. ثاني سؤال، هل أنا بعرف مجموعهم؟ أنا بعرف مو مجموعهم، بعرف فرقهم، طرحهم يعني. ومن شو بشكل الطرح؟ نفس الشيء، يلي بيصير على الزائد بيصير على الناقص، ما في مشكلة. يلا خلينا نكمل. أنا عندي هون A ناقص B، هون عندي A فقط، فهي ال A بحط لها ناقص B، هدف يساويها مثل هيك عشان نستفيد منها. حلو. في خاصة تسمح لي أعمل هيك؟ نعم. تبع بنثبت البسط ونطرح من المقام، فمثل ما هون البسط طرحناه من المقام، هون البسط كمان بنطرح من المقام ونحط له ناقص 2 بهالطريقة هي. خلص هلا هيك صار السؤال محلول، لأنه البي رح تنزل مثل ما هي، و A ناقص B رح نحط بدالها 4
يساوي الاثنين مثل ما هي، و3 ناقص 2 رح نحط شو؟ 1. يلا بي يساوي، صار عندك تناسب بمجهول واحد، معروف شو بنعمل؟ خط الماء الضرب 4 ضرب 2 على شو؟ على 1. 4 ضرب 2 8، 8 على 1 يعني 8. قديش البي؟ 8. نحن اوجدنا البي، لسه بدنا نوجد الاي. فبتروح بتعوض بدال البي 8 هون مثلا، بتصير A ناقص بدال البي 8 يساوي 4. معروف شو لازم نعمل هون؟ ننقل السالب 8 للطرف الثاني، كانت سالبة صارت موجبة. A يساوي 4، وقلنا ال 8 كانت سالبة صارت موجبة. 4 زائد 8 12. هيك نحن بنكون اوجدنا العددين. خلينا ناخذ مثال الرقم 3. يلا عندي A على 3 يساوي B على 4. عندي تناسب فيه مجهولين اللي هو هذا التناسب. يلا بسأل حالي سؤالين. أول سؤال، هل هن فوق بعض؟ والله لا، مو فوق بعض. ال A هون وال B هونيك. طيب شو بعمل؟ لازم يصيروا فوق بعض. يعني لازم أجيب ال B لتحت ال A. طيب في خاصة بتخدمني بهي القصة؟ نعم، إنه يمكن تبديل الوسطين. يعني بتروح بتبدل اللي بيناتهم خط مايل هيك، اللي بيناتهم خط مايل فيك تبدلهم. فبتحط البي بدال الثلاثة والثلاثة بدال البي، بصير عندك A مثل ما هي على بدال الثلاثة حطينا بي يساوي بدال البي حطينا 3 على الأربعة مثل ما هي بهالطريقة هاي. خلص هلا هاد ما عبدنا اياه، ناخذ هاد. يلا برجع، هل هن فوق بعض؟ نعم صاروا فوق بعض. طب هل انا بعرف مجموعهم؟ والله ليكني بعرف مجموعهم. خلص هون عندي A، هون عندي A زائد B، فبحط لي A زائد B، يعني ثبت المقام وجمعته للبسط، بروح للطرف الثاني كمان المقام بجمعه للبسط. يلا A زائد B هي 21 على الB مثل ما هي، 3 زائد 4 7 على 4 مثل ما هي. بعدين عند التناسب فيه مجهول واحد، فبتقول B يساوي خط المايل ضرب 21 ضرب 4 على 7. بتروح بعدين بتختصر. ال 21 هي 7 ضرب 3، بتختصر 7 من فوق مع 7 من تحت، زاد عندك 3 ضرب 4. قديش 3 ضرب 4؟ 12. إذا البي تساوي 12. هلا بتعوض بدال البي 12 هون، وبتقول يعني مجموعا 21 البي 12. قديش ال 12 بتضل تصير 21؟ والله بدها 9. وبنروح للمثال اللي بعده، المثال رقم 4 مهم، واجا مثله بالامتحان سابقا مرتين او اكثر. شوف عم يقول لك مثلث ABC فيه السي قياسها 110 درجة والزاوية بس بلا، والزاوية A على الزاوية B يساوي 4 على 3 هيك، وأوجد قياس الزاوية A والزاوية B. يلا بروح بتطلع هون عندي تناسب فيه مجهولين. بسأل حالي سؤالين. أول سؤال، هل هن فوق بعض؟ والله نعم فوق بعض. ثاني سؤال بسأل حالي، هل أنا بعرف مجموعهم؟ والله هون ما أعطاني مجموعهم نهائيا. فبقول لازم أعرف مجموعهم. إن شاء الله بموت إذا ما عرفت مجموعهم. إذا ما عرفت مجموعهم خلص لازم روح كب حالي بالبحر. طيب كيف بدي أعرف مجموعهم؟ ما بدي شيء، عم يقول لك مثلث وأعطاك زاوية. لازم تتذكر إنه مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة. مجموع زوايا المثلث او مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة. ممتاز. هلا السي 110، فبتكب السي وتحط بدالها 110. بعدين بتنقل العدد اللي عند العدد، يعني 110 بتكبها من هذا الطرف تنقلها للطرف الثاني. هلا ثانية 110 معلش، بصير عندك A زائد B يساوي 180 ناقص 110. 180 ناقص 110 قديش يعني؟ 70. A زائد B يساوي 70. ممتاز. هلا انا صرت بعرف مجموعهم، وعندي A على B يساوي 4 على 3. انحلت الموضوع، انحل الموضوع. هي A بتحط لها زائد B مشان تصير مثل هاي. ثبت المقام وجمعتها بالبسط، بتروح الطرف الثاني بتعمل نفس الشيء، 3 بتزودها لفوق. A زائد B 70 على B يساوي 3 زائد 4 7 على 3. بعدين تناسب فيها مجهول واحد، بتعرف شو رح تعمل، بس انا رح اعملها بطريقه اسرع. شوف بتلاحظ انه عندك هون من 7 لل 70، كيف 7 بتصير 70؟ ضرب 10، فبتعمل نفس الحركة تحت. 3 كمان ضرب 10 نفس الشيء. قديش ضرب 10؟ 30. فالبي قديش؟ 3. بعدين المفروض تطور بدل البي 30 هون وتنقلها وكذا، بس انه خلص مجموعهم 70 والاول 30. قديش الثاني؟ والله الثاني 40. خلص القصة انتهى الموضوع. خلينا نروح هلا، هذا كان المثال رقم 4. خلينا نروح للمثال 5، المثال ما قبل الأخير. إن نحن رح نحل 6 أمثلة بتغطي كامل الدرس بأفكاره. التمرين رقم 5 هذا قوي شوي حلو. عم يقول لك ليلى أكبر
من ضحى ب4 سنوات، ونسبة عمرهما 2/5. احسب عمر ليلى واحسب عمر ضحى. طيب هي ليلى وهي ضحى، مثلا راح نحط وحدة من بياناتهم عمرها A ووحدة من بياناتهم عمرها B، وبعدين بنشوف هون شو راح يصير معنا بالرموز. عم يقول لك ليلى أكبر من ضحى ب4، أنا بدي أتخيلها هيك بالمنطق. مثلا إذا حدا خطر بباله يلا A زائد B يساوي 4، صح ولا غلط؟ تعال نفكر فيها شوي. هي ليلى وهي ضحى، مثلا مشان نحكي قصة رح نحط شي رقم هيك عشوائي من عندنا، مثلا ليلى عمرها 10 مثلا. يلا ليلى ولا ضحى؟ لحظة شوي، نحن أصلا مو لازم نعرف مين الكبيرة ومين الصغيرة. شوف، ليلى أكبر من ضحى، ليلى أكبر من ضحى، معناتها مين الكبيرة؟ ليلى أكبر من ضحى، يعني ليلى هي أكبر من ضحى، فليلى هي الكبيرة وضحى هي الصغيرة. يلا إذا كانت ضحى مثلا عمرها 10، قديش رح يكون عمر ليلى؟ 14 صح؟ ال 14 اللي هي نفسها 10 زائد 4 صح؟ صح. فأنا بدال 14 خلاص فيني نحط 10 زائد 4، شو صار؟ 10 و10 زائد 4 هيك معناتها. فهل أنا أروح أقول A زائد B يساوي 4؟ يعني 10 زائد 14 يساوي 4؟ لا، هي غلط 100%. أنا عم بروح أحكي قصة، معلش أنت كطالب جات مسألة احكي قصة مشان تفهم شو عم يصير، معلش خلص. مو مجموع 4 أكيد، لا منطقيا غلط. وحدة عمرها 10 وحدة عمرها 10 زائد 4، طب خلينا نقول إنه ضحى عمرها B، طلع معنا هون نحن فرضناها B ضحى، فليلى شو لازم تكون؟ B زائد 4 هيك. هلا أنا مشان ما تبين 6 اللي مرات بين 6 فرح أحط X بدالها، نفس الشيء، هي X وهي X بس مشان ما تبين 6. يلا فإذا كان عمر ضحى X رح يكون عمر ليلى X زائد 4، وهذا الموضوع كتير منطقي. في ناس بيقدروا يستوعبوا هذا الكلام من دون رسمة ومن دون قصة، بس هي رسمة وقصة معلش مناسبة وبتعمل هيك جو بتذكر الواحد. ومعلش اجاك سؤال خارجي، سؤال غليظ، سؤال غريب، حط قصة من عندك وفهم شو عم يصير بعدين حول، لا تخبص وتتسرع. يلا إذا مرة ثانية، ليلى أكبر من ضحى ب4، يعني ضحى هي الصغيرة وليلى هي الكبيرة، فإذا الصغيرة كانت X الكبيرة راح تكون X وزائد 4. ممتاز. طيب ونسبة عمرهما 2/5، هلا هي 2/5 حط بشكل عشوائي ما بيصير. شوف 2/5 هي الصغيرة وهي الكبيرة. طيب هون عندي X وعندي X زائد 4، مين أكبر الإكس ولا الإكس زائد 4؟ طبعا الإكس المفروض يكون عدد موجب لأنه هو طول. طول عمر. يلا الكبيرة ليلى إكس زائد 4 والصغيرة ضحى إكس فقط، فبتحط الصغيرة ناحية الصغيرة، يعني الإكس هي لحالها ناحية الاثنين، والإكس زائد 4 ناحية ال5 بهالطريقة هي. هلا هون الشيء الحلو إنه تناسب بس ما فيه مجهولين، فيه مجهول واحد، هي إكس وهي إكس. حلو. هلا هون ما في يعمل نفس الحركه المعتاده تبع الصف السابع والثامن تبع التناسب اللي فيه مجهول واحد، انه هذا ضرب هذا على هذا، انه صح هو مجهول واحد بس موجود مرتين من فوق ومن تحت. فهون بدك تستعمل الخاصه الاولى اذا تتذكرها اللي هي خاصه الضرب التقاطعي بهذا المنظر. شايف عندك اكس من فوق واكس من تحت هيك. بدك تستعمل خاصه الضرب التقاطعي. شو بتقول؟ بتقول جداء الطرفين هن هدول. شو يعني جداء ينضرب؟ اكس ضرب 5، طبعا اكس ضرب 5 هي عباره عن 5 اكس لما يكون في ضرب بين الحرف والرقم، يعني هيك x ضرب 5، فانت فقط بتحطوا ناحية بعض الرقم بعدين الحرف 5x، خلاص بدال x ضرب 5 بتحط فورا 5x. جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني هدول الوسطين. 2 ضرب هدول كلياتهم، شوف 2 ضرب قوس x زائد 4، هذا القوس ضروري، وكل مرة بنبه وبقول هذا القوس ضروري، فاختار ملاحظ ان هذا القوس ضروري. طيب ليش هذا القوس ضروري؟ هلا بوجود القوس الاثنين مضروبة بالاكس زائد 4 كلها. إذا إجا حدا كتب 2 ضرب إكس زائد 4 من دون قوس، فهو بيكون قصده إنه الاثنين مضروبة فقط بالإكس وزائد 4 لحالها. هيك نحن قصدنا؟ لا، نحن قصدنا إنه الاثنين هي ضرب الإكس زائد 4 كلها، فلذلك بنحط قوس. يلا شو بتعمل هلا؟ نشور الاثنين. 5 إكس يساوي 2 بإكس 2 إكس زائد 2 ب4 8. طبعا معروف الواحد كيف بيتعامل مع هذا المنظر. بينقوا الاثنين اكس الطرف الثاني
تصير 5x ناقص 2x يساوي 8. يلا اطرح 5x ناقص 2x 3x يساوي 8. قسم على الأمثال مثل ما بنحل معادلة درجة أولى. x يساوي 8 على 3. هلا مين هي 8 على 3؟ هي عمر ضحى. قديش عمر ضحى؟ والله عمر ضحى 8 على 3. طب عمر ليلى قديش رح يكون؟ عمر ليلى x زائد 4 والx 8 على 3 فبتصير 8 على 3 هي x زائد 4 هيك. طيب هون كيف بنجمع نحن؟ في الجمع مع الكسور نوحد المقامات، معنا مقام واحد تضرب ب 3 تحت وفوق. 8 على 3 زائد 3 ب 4 12 على 3 بواحد 3 بتحط المقام نفسه 8 زائد 12 20 20 على 3. إذا عمر ضحى 8 على 3 وعمر ليلى 20 على 3. طيب معقولة يكون عمر كسر؟ مو منطقي. لا بلا منطقية ما فيها شيء. يعني هلا هون الكسر هو عبارة عن عملية قسمة. إذا قلت 8 على 3 يعني 8 كم 3 فيها؟ 3 6 يعني عمرها سنتين وأجزاء، سنتين وشويتين هيك. طيب 20 على 3 فسألت حالك 20 كم 3 فيها؟ 3 6 9 12 15 18 وشوي. يعني عمرها 6 سنين وشوي. خلاص سنتين وشوي 6 سنين وشوي. قديش الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم 4 سنوات. طبعا الشوي هون قد الشوي هنيك. وهي المثال السادس والأخير يلي أنا ما رح حله إنما أنت بالتعليقات رح تكتب لي كيف رح ينحل. هلا شوف الفكرة. أنا عندي هي الرسمة. الاي بي كلياتها 50 وفي ام بقلبها. وعامل لك ام على ام بي يساوي 3 على 7. فبتروح بتفكر بنفس الطريقة اللي حكينا عنها، تناسب فيها مجهولين. تسأل حالك أول سؤال هل هن فوق بعض؟ نعم. تسأل حالك ثاني سؤال هل أنا بعرف مجموعهم؟ هلا هن ما أعطوني مجموعه بس أعطوني هي الرسمة. فلازم أنا من خلال الرسمة استشف وأعرف الاي ام إما زائد ام بي أو ناقص ام بي، يعني مجموعهم أو طرحهم اعرف قديش الرقم. فاكتب لي بالتعليقات قديش مجموعهم الاي ام زائد ام بي وليش كيف عرفت. وبعدين هيك مسك مسودة معنا شيء الله بيعينك حل السؤال واكتب لي قديش الجواب، قديش الاي ام طولها وقديش الام بي. رح شوف جميع التعليقات واقول لك اذا اجابتك صح او غلط واشرح لك ليش. والى هنا بنكون انتهينا من هذا الدرس. اتمنى انك حصلت على المتعه والفائده وفهمت الدرس بشكل جيد. اتمنى انك تروح تلخص خاص التناسب مرة ثانية تكتبهم على الجنب عشان يحفظوا معك بشكل جيد كثير وترجع تحل التمارين مرات ثانية. بإمكانك تروح تحل تمارين الكتاب، بيجوز في كم تمرين مو نفسهم أنا حليتهم هون بس أكيد رح تعرف تحلهم بما أنك أنت مرقت على جميع الأفكار وفهمت كيف نتعامل ونفكر مع الدرس. وأراك في المرة القادمة على خير وإلى اللقاء. Here we go.